أمير دندن، لفتني شيء أنت قلت ما بيشغلني اليوم مسألة الاستمرارية. سعيد بإني أدخلت الفرح لقلوب الناس ورح واصل الرحلة لوحدي بخطوات مدروسة. ليه اعتبرت إنه رح تكمل المشوار لوحدك؟ أنت اليوم بمحطة ام بي سي، بكرة إذا كنت فائز، ليلى إذا كنت فائز باللقب الام بي سي، يعني دايما كانت واكبت النجوم يلي طلعوا من برامجها عبر شركة بلاتينوم ريكوردز. ليه اعتبرت إنه لوحدك؟ ولا هيدا كان قبل احتمال الفوز؟ لا، لأنه بعد البرنامج لازم تختار إلك هوية، ولازم تختار، يعني لازم تركز في طريقك. فاليوم احنا في الموجودين، يعني قبل كنا البرنامج بشكل عام هو يعملنا كل شيء، هو يعمل كل شيء. بعد البرنامج انت لازم تعرف تعمل كل شيء عشان تقدر تكمل في هالمسيرة. أمير، والدك الفنان خالد دندن، أنت من بلدة الشاعر محمود درويش. أنت قايل إنه الآيدل عندك أو مثلك الأعلى هو الراحل وديع الصافي. أول شيء، كتير حلو انه الواحد يكون والده فنان، يعيش بمطرح فيه عمالقه مثل محمود درويش. المفروض تكون تاثرت بكل هيدي البيئه. حملتهم معك على امريكا، كنت موجود 7 سنين بنيو جيرسي. شو حملت بغربتك من ضيعتك؟ وشو حملت معك من أمريكا على أرب آيدل؟ اول شيء، انا طبعا بشكر ابوي، لانه هو يعني مدرستي، هو اللي اسسني كيف اغني وادير بالي من النشازات، عشان ما نشزت 6 احلام ما تقوليش نشزت. الحمد لله رب العالمين على كل شيء. وطبعا هذا فخر لإلي، فخر كبير لإلي انه اتاسس من مدرسة، واكون من بلد الفنان الراحل الشاعر الراحل محمود درويش. انا اصلي من بلد اسمها البروي، نعم. ومهجر على بلد مجدي كروم. نعم. فبس كمان ابن مجدي كروم، لا انكر هالشيء، لانه انا خلقت والدي خلق في مجدي كروم. نعم. نعم. طبعا حملت هالرسالة الفنية ورحت فيها على امريكا. كملت هناك حفلاتي، كنت اعمل حفلات فلسطينية ولبنانية وسورية وكل شيء. صح عليك. فكملت في هاللون. في ناس كتير بيسالوني انت من بتغني انجليزي؟ بقول لهم لا، بغني، بس انا بحب امثل هويتي، يعني اغني، يعني اغني كل اللغه العربيه نعم. كلمتي. نعم. فهمتي كيف؟ فحافظت على هالشي، والعالم كتير انبسطت، والحمد لله رب العالمين. هيا اليوم انا عم نحقق نجوميه كبيره، والحمد لله. انت على بعد خطوات الليلة من اللقب، ولا غلطة بالبرنامج إذا فينا نقول، حتى بشهادة أحد يعني أعضاء لجنة التحكيم أحلام، يلي قالت إنه ما صوتك ما بيعرف النشاز وما غلطت ولا مرة. هيدي نقطة تسجل لصالحك، لصالح موهبتك. بس قد ايه برأيك الجمهور رح يكون وفي لهالصوت يلي ما غلط ولا مرة؟ احكي لك شغل. اول شيء تحيه للجمهور، كل الجمهور اللي عم بسمعنا. ثانيا، انه ثاني اشي الجمهور طبعا ذواق، ذواق وبفهم، يعني بفهم بالفن، بسمع. فالفنانة أحلام لما حكت هيك، لأنه هاي شهادة كبيرة أنا بعتز فيها من فنانة كبيرة. حلو. والجمهور ما رح يخذلني، أنا متأكد، لأنه كمان الجمهور ذواق ومستمع والحمد نعم. لله. نعم. أصالة نصري علقت كمان على صوتك وقالت لما بيغني الدنيا بتحلى. رح اختصرهم لأقول، وقالت نحن شعب معتر بس مواهبنا غايب الفخامة والكبرياء والشموخ. صوتك صدقة لناس محتاجة فرح. هيدي شهادة كتير كبيرة من النجمة أصالة. كمان معين شريف قال بحييك وبحيي موهبتك الكبيرة وصوتك الحلو إلى الأمام ابن فلسطين، ودعا الناس إنه يصوتوا لك. وأحلام كمان وجهت بإحدى الحلقات رسالة لمحمد عساف وقالت له إنه أمير دندن جاي، كأنه رسالة تهديد مبطنة. قديش كل هول حملوك مسؤولية؟ حملوني مسؤولية كبيرة، لأنه فنانين كبار عم بيعطوني الدافع إني أحمل مسؤولية أكبر، لأضلني على نفس المستوى أو أعلى من هالمستوى. لأنه طبعا الفنانين كبار، شهادات كبيرة، يعني عم تحكي الفنانة أصالة والفنان معين شريف والفنانة أحلام، أنت عم تحكي على مدارس كبيرة. فلأنه إحنا بنتعلم منهن. فهالشي حملوني مسؤولية، وإن شاء الله بكون عند حسن ظنهن دائما دائما، وبقدم فن حلو بعد هالبرنامج.
وان شاء الله بضل يكتبوا تغريدات عني بالمستقبل عشان يكون ما خيبت لي الامل ان شاء الله يا رب. رح اسالك سؤال بديهي. حضرتك ويعقوب وصلتوا على النهائيات. الصوت الفلسطيني يمكن بفلسطين او ببلاد الاغتراب بكل الوطن العربي وبالعالم ممكن يعني ينقسم بيناتكم. نحكى بداية كمان من فترة عن إذا ماني غلطانة عن المشتركة الفلسطينية نادين يلي كمان غادرت البرنامج، مع إنه قالوا إنه صوتها كتير حلو، وبوقتها قالوا إنه كان لازم تفل لأنه مستحيل يبقى أكتر من فلسطيني بالبرنامج، وبالتالي هيدا الشيء ما زبط وبقيوا 2 فلسطينيين للنهائيات. يعني هذا الشيء مخوفك أو حتى يعني مش حسب له حساب؟ اول شيء احنا جينا على برنامج هو جاي نسمع صوتنا للعالم، فبالنسبه للاصوات تتقسم هلا يمكن في كثير ناس عم بصوتون مش فلسطينيين. انا مش عم بركن انه بس انه بالعكس اولاد بلدنا راح يصوتونا يدعمونا كثير لانه احنا اولاد فلسطين وتعاطفا مع فلسطين، بس في ناس كثير عم بصوتونا من الجزائر من المغرب من الخليج. بالضبط. فالصوت الحلو دائما العالم يعني ممكن انت تحبي صوت حلو ما يكون مثلا يكون مثلا مش لبناني تقولي بس صوت الله بجنن، صح ولا لا؟ فتصوتي له تدعمي، فهالشي بيصير انه بالعكس ما خصه، ما انا مش خايف، بالعكس الحمد لله قلت لك وصلت لهالمحبه اليوم كثير كثير مبسوط. ونادين فنان كبير يعني صوت راقي جدا جدا جدا. صرحت انه عندك مشروع عم تحضر له، فينا نعرف شو هو ولا بكير؟ لا طبعا بكير يعني لا يعني كيف بقولوا مش بديش اسبق الحوادث يعني. نعم. مشروع فني ولا لا؟ ايه مشروع فني طبعا، من يوم طالب بس مشاريع فنيه لا مشاريع زوجيه. لا مشاريع عاطفيه. امير لفتني شغله استوقفتني كتير واثرت فيي كتير. قلت انه اوقات انت بتحط سماعه وحده بدينتك لتسمع مدى تفاعل الجمهور مع اغنياتك. هالقد انت بتعيش حاله كتير يعني استثنائيه على المسرح. واضح انه مش بس انت جاي تغني، انت جاي كمان تستمتع بالشيء اللي عم تعمله. كثير بقول لا حط التنتين، انا بقول بس واحده، مع انه في كثير ناس مستحيل تزبط معهن لانه رح تصير ثابت تسمع العالم وتسمع الاغاني في نفس الوقت. فانا لما اطلع على المسرح بفصل حالي يعني بفصل مخي كله انه اكون مركز اكثر بالفن، بس اعيش مع الجمهور في نفس الوقت عشان كيف بتفاعل معي اتفاعل معه، بس اضل مركز في الحياه اللي انا يعني في الاشي اللي عم بعمله. فما راح ياثر علي هالشيء والحمد لله ما أثر. آخر سؤال، في رجعة على أمريكا إذا فزت أو باقي عنا بالوطن العربي؟ راح تكون حياتي أكتر في الوطن العربي. أمريكا في إلي بيتي هناك وحياتي هناك، بس يعني حستقر أكثر هون. يعني راح أضل بين لبنان وبين لبنان ودبي وبلاد عربية أكثر، وأمريكا طبعا راح أضل أزور أمريكا. شكرا لك أمير، ميرسي. قبل ما تسكري أنا راح أعطي تحية كبيرة وشكر كبير للشعب اللبناني وعم بسمعنا عبر فيم اف ام، وبوجه تحية لإلك. وبحب أحكي إنه شعب لبنان جدا 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 في القلب، وإحنا بنحبه كثير كثير لأنه المواهب كلها عم تطلع من لبنان وشعب لبنان وأرزة لبنان. وشكرا لكم، وراح دائما أغني للبنان. أنا غنيت للبنان وراح دائما أغني للبنان لأنه الشعب بيستاهل. بكفي تكون متأثر بوديع الصافي لتعطي لبنان حقه. شكرا لك أمير.